أهلين، وحشتوني كتير. في نوعين من الطلعات: طلعة بتروحوا فيها تاكلوا وترجعوا، وطلعة بتضلوا تحكوا عنها شهر كامل. ونحنا طبعا اخترنا من النوع التاني، لأنه بابا قرر ياخدنا على مدينة الألعاب. وبصراحة كنت مفكرة إنه أصعب شي بهالطلعة هو الألعاب الخطيرة، بس اكتشفت إنه أصعب شي هو عيلتي نفسها. يلا يا جماعة، اللي بده يروح يلبس بسرعة. أنا جاهزة من امبارح. ليش حاملة شنطة المدرسة؟ حطيت فيها كل شي مهم. شو يعني كل شي مهم؟ عصير، بسكويت، دبدوبي، مناديل، دفتر رسم، وكمان شاحن. باقي تحط التلاجة ونطلع. واو! يا الله، أخيرا. بتهبل. اسمعوا منيح، ما حدا يضيع. بابا، احنا مو أطفال. السلام عليكم. أم نادر؟ أم نادر، انتي شو جابك؟ طلعت وأنا أبو نادر، هو قاعد على البنش وأنا بحب أمشي. يعني حتى بمدينة الألعاب لقيناكي؟ أنا وين ما في حك لطيف بيكون موجود. يلا نركب الأفعوانية. أنا قوية، ما بخاف. هي نزلوني. أي. أي. مين اللي كانت قوية؟ أنا قوية بالأرض مو بالهواء. لعبة التصويب هي لعبتي. إذا فزتي بدي الجائزة. طيب وإذا خسرت؟ كمان بدي الجائزة. منطقي غريب. أنا شخص إيجابي. شوفوا، في مسابقة للعائلات. لا لا، خلينا نتفرج. يلا نشارك. أكيد فيها إحراج، عشان هيك لازم نشارك. طيب. شاركوا معنا. إيه. شو اسمك؟ أبو لانا. أول تحدي سباق الأكياس. يهو. من أفراد العائلة، ما هو الشيء الذي لا يستطيع مولانا الاستغناء عنه؟ الشاي. الشاي. مظلوم. أكتر أكتر شخص ياخد وقتا في التجهيز. لانا. خيانة جماعية. أكتر شخص يحب الأكل. أشعر بالاستهداف. للأسف فريق عائلة لانا لم يفز بالمركز الأول. أكيد في خطأ بالنتائج. لا بأس، المهم استمتعنا. بس كان بدي الكاس. أنا كان بدي البراد الصغير. كان في براد. لكن في جائزة خاصة لأكثر عائلة أضحكت الجمهور، والفائز هو عائلة لانا. معقول؟ كنت عارفة. متى؟ هلأ. اليوم كنا مفكرين ان الفوز هو اهم شي، بس يمكن اكتشفنا ان الضحك والتشجيع والوقت الحلو مع الناس اللي منحبهم اجمل من اي كأس. بس يا ترى شو كانت القيمة اللي مخباية بهاي الحلقة؟ هل هي انه مو لازم نكون الاول دائما، ولا انه الاستمتاع بالرحلة اهم من النتيجة، ولا انه النجاح الحقيقي هو انك ترجع للبيت مبتسم؟ اكتبولنا بالتعليقات شو القيمة اللي حسيتوا انها موجودة بهالحكاية. واذا رحتوا مدينة العاب، شو اول لعبة راح تركبوها؟ انا لانا، وهيدي كانت حكاية جديدة من حكايات لانا الشامية. بشوفكم بالحكاية الجاية. باي باي.